دول 4 اختراعات روشه قوي من شركه برودو. اول حاجه هو البروجيكتور ده. في العاده اي بروجيكتور لازم يتوصل بكهرباء، لكن ده بقى فيه بطاريه بتشغلك لحد 3 ساعات، تكفيك حلقتين 3. الاضاءه والجوده اللي بيطلعها على اساس انها طالعه من بطاريه مش من مصدر كهرباء فاجئوني الصراحه. تاني حاجه وهي استنى بس عشان بشحنها، هو ايه سيرفيس الباور بانكات ده. تاخد اي واحد فيهم، في 2 تايب سي و2 للايفون لايتنينج. الساعه بتاعته 5000، فقشطه تشحن لك الموبايل شحنه كامله، تاخده كده اهوت وتشحنه على طول وترجعه، فكلهم يشحنوا مره واحده. حاسه حلو لو في مكاتب مطاعم كافيهات. تالت حاجه بقى دي لو انت نفسك في تجربه التابلت وتاخد نوتس على التابلت بس انت ما عندكش، فهتجيب البتاع دي وتحط موبايلك هنا، والقلم ده تكتب على الورق العادي جدا ده، هو ورق مش مميز خالص، واللي هتكتبه هنا على الورق ده هيظهر على الموبايل. فحلو لو انت عايز ترسم حاجات تاخد نوتس بخط ايدك مثلا، لان مثلا شاشه موبايلك ممكن تكون صغيره شويه، ظريف. اخر حاجه هو الاختراع الصغير ده، لو انت عربيتك فيها كار بلاي بس للاسف وايرد، لازم توصل الموبايل ده بيحوله لوايرلس، وبيضيف لك كمان ابلكيشن زي يوتيوب ونتفليكس. الاختراعات دي كلها موجوده عند اوسكار جروب بس